بيك ورا. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام الحمد لله. كل الامور تمام. بالنسبه لنادي الزمالك في مواجهته مع يانج افريكانز، اجراءات السفر خلصت، المعسكر زي ما بقول دلوقتي في معسكر قبل الماتش هنا حتى بيومين، هيكون في القاهره قبل السفر. والله يا كابتن كريم الحمد لله الامور كلها ماشيه على ما يرام. الحجوزات تمام والتاشيرات تمام وتصاريح السفر الحمد لله الامور يعني كلها ماشيه كويس. في معسكر ان شاء الله هيبقى يوم الاربعاء قبل المباراه، لان حضرتك عارف هنبقى مسافرين الخميس بالليل. ايوه. فهيبقى المعسكر يعتبر يومين، لان عشان اللعيبه هتبقى واخده حاجاتها بتاعت السفر على طول. عشان هنطلع على طول على المعسكر امتى؟ الاربعاء؟ الاربعاء ان شاء الله، لان هو برضو كابتن حسن شحاته افضل ان هو ما يبقاش الثلاث، بحيث ان اللعيبه ما تبقاش يعني 3 ايام كتير قبل السفر، وفي نفس الوقت هيبقوا هم مسافرين بحاجاتهم، يعني هم رايحين المعسكر واخدين حاجات السفر. ايوه. ف3 ايام وحوالي 4 ايام السفر، فهتبقى الحاجات بالنسبه لهم هيطلبوا ان هم يخرجوا وكده. هو مش عايزه يخرج، مش عايز اللعيبه تخرج، عايز اللعيبه تخرج من المعسكر على طول على السفر باذن الله. ايوه. بالنسبه للاقامه هناك في تنزانيا، انا كنت عارف ان في مشكله ان الفندق اللي حدده فريق يانج افريكانز يعني ما يليقش بنادي الزمالك، او فندق متواضع المستوى. والله يا كابتن كريم حاجه صعبه جدا، يعني هم بعت لنا في سفاره مصر في تنزانيا ان الناس مكلفه البعثه بالكامل في ال4 ايام $3500. ده يعني مع احترامي ده لو مقعد ايه $3500 ايه للبعثه كلها؟ للبعثه بالكامل يا راجل حضرتك ازاي؟ والله. فطبعا لما سياده السفير بعت لي الكلام دوت، فطبعا حاجه صعبه جدا. لما عرضنا الموقف على مجلس الاداره، مجلس الاداره بصراحه ما تاخرش خالص وقال شوفوا انتوا عايزين تقعدوا فين، واخترنا فندق الحمد لله يليق بنادي الزمالك، وان اللعيبه تقدر تبقى مرتاحه فيه، لان انت عارف حضرتك احنا مسافرين دايركت على طول. وقبل المباراه تعتبر ب 24 ساعه. طب ليه ما سافرتوش بدري يوم يا كابتن حماده؟ بدري يوم كمان يعني. هقول لك يا كابتن كريم، هو الطيران مش كل يوم. اللي هو تنزانيا مش كل يوم، كان في سفر يوم 14. وانت عارف حضرتك ان احنا كانت اخر مباراه لينا كانت هتبقى مباراه المقصه، كانت هتبقى يوم 13. ده لو الدوري كان يعني شغال، كان الدوري كان ماشي زي ما احنا ماشيين. ايوه فهمني حضرتك ازاي. فجه كابتن حسن اتعرض عليه رحله يوم 14 ورحله يوم 16. ف 16 احنا كده مش هنتمرن على الملعب اللي هنلعب عليه المباراه غير يوم 17 قبل المباراه بيوم. فقال لك طب ما احنا نستفيد في مصر هنا ان احنا نتمرن كويس والفتره دي كلها، و17 هنتمرن كده على الملعب اللي احنا هنلعب عليه المباراه، لان احنا الملاعب الثانيه كلها نجيل صناعي الخارجيه. فهمت. اللي هنلعب عليه المباراه ملعب طبيعي. ملعب كويس؟ ملعب كويس، هو استاد السلام الدولي. طب كويس. فاهمني ازاي يا كابتن كريم؟ أيوة. طبعا قال لك لا، يبقى احنا هنتمرن على ملعب ونلعب على ملعب تاني، فمش هنستفيد حاجه. بالظبط. فكان ده وجهه نظر كابتن حسن يعني. تمام. في اصابات في صفوف نادي الزمالك، احنا كنا عارفين ان الفتره اللي فاتت يعني بعض الاصابات، عبد الواحد السيد، صلاح سليمان، محمد ابراهيم اصابته هتطول شويه، لسه قدامه شويه، لكن بالنسبه لعبد الواحد وصلاح سليمان موجودين مع الفريق ومسافرين؟ لا، عبد الواحد وصلاح سليمان ان شاء الله باذن الله بكره هيبقوا موجودين في التمرين. مفيش اي مشاكل بالنسبه لهم. هاني سعيد كان بس حس امبارح في تعب كده في عنق رجله في المباراه الوديه. امبارح كان في مباراه وديه بين الزمالك ونجوم المستقبل وانتهت 2 0 لصالح الزمالك. يعني حتى الماتش هو شغال، فراح كابتن حسن يعني فضل ان هو يطلعه ان هو يرتاح، بحيث النهارده كان عندنا راحه، فيبقى بكره ان شاء الله كويس. لكن الحمد لله الامور كلها يعني تمام يعني الحمد لله. ان شاء الله. بشكرك طبعا كابتن حماده انور المدير الاداري لنادي الزمالك، والتوفيق ان شاء الله لنادي الزمالك ويرجع